النهارده الزمالك قدر يفوز على الاتحاد السكندري ب3 أهداف مقابل لا شيء. سجل الأهداف زيزو، جاب هدفين الأول والثالث، والجون الثاني جابه ناصر ماهر. هدفين زيزو، الهدف الأول من انفراد بالمرمى وحطها في الزاوية الضيقة على شمال هاني سليمان، والهدف الثاني ناصر ماهر بأسيست ولا أروع من فتوح برجله اليمين، يديها لناصر ماهر اللي استقبلها بهدوء ويضرب الأوفسايد ويشوطها على شمال الهاني سليمان بحرفنه وبمعلمه عشان يؤكد ان ناصر ماهر جاي في الزمالك يثبت اقدامه ويعمل شكل حلو للزمالك. والجون الثالث من زيزو انفرد بالهاني سليمان وحطها لوب من فوق الهاني سليمان ومن فوق المدافعين. محدش يعرف يعمل الكوره اللي جابها جول النهارده زيزو في مرمى الاتحاد السكندري غير زيزو. زيزو بيؤكد ان هو لاعب من طراز فريد، مستواه ثابت ما بيتغيرش، بيعمل كل اللي عليه في الملعب من اول دقيقه لاخر دقيقه. زيزو يستحق صراحه تمثال في نادي الزمالك، افضل اللعيبه اللي مرت على نادي الزمالك بثبات المستوى وبتهديفه وبفعاليته لنفسه واللعيبه اللي حواليه. الزمالك النهارده قدم لقاء هو الاهم منذ سنين، يبقى لنا سنين بنتفرج على الزمالك عك كروي. النهارده الزمالك بيلعب وخاصه الشوط الاول بحرفنه وبمعلمه وبفن وبهندسه، نقدر نقول ان الزمالك رجع تاني. نص الملعب قوي، الكوره لما تتخطف من الزمالك بترجع بسرعه، بيعملوا باصات بال18 وال20 وال30 باصه، طول الوقت ضاغطين على فريق الاتحاد مش عارف يتنفس في نص الملعب، ثروات وباصات، والكره اللي بتيجي في اللي بيخلص. نص ملعب المره دي هو الاقوى، عبد الله السعيد مع دونجا مع احمد حمدي مع ناصر ماهر مع زيزو، حتى سامسون. لا، سامسون بدا يفرق في الزمالك. انا شايف ان سامسون افضل بكتير من سيف الجزيري اللي ضيع فرصه النهارده ما تضيعش. لكن سامسون احرز النهارده هدف بس كان تسلل، لكن سامسون بيحاول بيخلق فرص لزمايله، بقى فيه روح عند سامسون ما كانتش موجوده قبل كده. عمر جابر باك يمين محترم وفارق معانا في الجنب اليمين ده. المسلوسي وحسام عبد المجيد بداوا يحافظوا على نفسهم، يحافظوا على مستواهم، بدا مستواهم يبقى ثابت. فتوح هو الافضل في كباك شمال بمعلمه. النهارده محمد عواد ما اختبرش كتير، لكن اتمنى محمد عواد يبدا يدور على نفسه. ناس كتيره في الزمالك بدات تعود لمستواها، عواد لو رجع لمستواه يفرق كتير جدا جدا مع نادي الزمالك. الشوط الاول هو كان الافضل لنادي الزمالك، سيطره واستحواذ ولعب وفن وبساط واحراز هدفين، كل حاجه حلوه حصلت مع الزمالك في الشوط الاول. الشوط الثاني كان فيه تراجع شويه من نادي الزمالك. اول ربع ساعه الاتحاد بدا يضغط، كان عنده فرص، عادل ميسي كان عنده انفراد بعواد كان ممكن يجيب جول، لكن الزمالك بدا يتدارك الخلل اللي حصل، وبدا في النص ساعه الاخيره بدا يلعب تاني، وبدا يعني مع الاتحاد يبقى فيه هجمه هنا وهجمه هنا، وبدا الماتش يبقى شكله حلو. الماتش ده مهم جدا جدا لنادي الزمالك، لان الماتش اللي جاي ماتش القمه، من الاثنين اللي جاي يوم 15/4، فكان مهم قوي الزمالك يفوز النهارده في الماتش ده.